بونسوار ناتالي، كيفك؟ ماشي الحال، كيفكم انتم؟ كيف خبر عاجل؟ الحمد لله، مشتاقين لك نحن دايما. خبرينا كيف كانت السهرة؟ أول شيء كنت سهرانين اليوم بقهوة الست مع جرس سكوب، كيف كانت السهرة؟ هيك شفتك مرتاحة وعم تقرقلي. كانت رائعة لأنه الجو حلو، بس يكون الجامعة حلوة والجو حلو بتبقي مبسوطة والأحبة حواليك. أنا بقول لهم يعطيهم ألف عافية لأنه عم بيعملوا شيء حلو، أنه كل واحد منا لازم، وأنتم عم تعملوا شيء حلو، عم تنقلوا الصورة والصوت، وهيدا الشيء اللي أنا كنت عم بحكي، إنه نحن سلاحنا هو الشيء الفني الحلو والصورة الحلوة دايما بنعطيها على لبنان. رغم كل شيء عم بيصير نحن ما بنستسلم. ناتالي، كنت قبل شوي من ثواني عم بسألك كيف الشغل، هيك قلتي لي مثل حالة لبنان. شو رأيك؟ شو عم نعيشه؟ انه قديش موجع؟ قديش؟ اكيد موجع، لانه اليوم اذا ما في ماده ما فيك تكملي، ما فيك تستمري، وهيدا اللي نحن الشيء، انه الفواتير عم بتزيد والمصاري عم بتقل والناس كلها صارت عم بتشح، يعني عم بتنازع. انا ما بلوم اللي بيقول لي هلا، قبل كنت شارع اللي يقول لي انا مسافر، هلا ما بلومه، لانه اليوم اقل شيء يكون عندك حقوق بدولتك. نحن هون للاسف ما عندنا اياهم، ما عندنا شيء يحمينا بالدوله، علينا انه ندفع بس ما في حقوق عم تاخذيها. كنت قبل شو عم تقولي على الهواء انه بتدفع البلديه، بتدفع المي، بتدفع ما مش بتتكسر سيارتك ليصلحوا الجو، ما بعرف شو. مي بتدفعي مي وما في مي، عرفتي كيف؟ فهيدي المشكله، انه عم ندفع على شيء مش موجود، وتتاخذي برا بيعطوك يمكن سالار، بيحموا العائله، عندك طبابه ببلاش، عندك مدارس ببلاش، عندك كثير قصص بيعطوك اياها. هون شو بدهم يعطونا؟ ما بيعطونا شيء، هون عم بياخذوا منا بس ما حدا عم بيعطينا. هي المشكله اللي واقعين فيها. مشان هيك العائله كيف بدها تعيش؟ اللي عنده اولاد، اللي عنده التزامات، المدارس ما عم ترحم، ما في شيء. ناتالي، بعرف انت مرشحه كنت على السياسه لتفوتي على مجلس النواب، كنت حاطه هالاشياء اللي عم تقوليها ضمن مشاريعك. بنعرف انه بلبنان نحط مشاريع بس من الصعب بيتحقق، لانه شو بدنا نقول، المسيطرين عم بيعيكوا هيدا الشيء. إذا هيدا دايما بنقولها، إذا كملت وصار مثل ما قلت، إذا كانت الأمور الانتخابات توجهت للنسبية أكيد مكملة، لل60 أكيد لا أنا ولا غيري بكون عم نضحك على حالنا. إذا كانت ليك الإنسان اللي بحب حاله هدف، أنا لوحدي بدون من نية الانتخابات أو النيابة أنا عم بحقق أهداف حلوة بأعمالي ونشاطاتي، منها اللي عرفت سكاي فاشن اللي كانت أول فكرة بالعالم، وكان ريعة لمكافحة المخدرات، وهلا قلت إني عم بحضر مشروع ريعوا لأيتام أطفال الجيش بإذن الله. يمكن تأجل شوي لأنه ثاقبت اجتنا هالضربة وردت شوي البلد لورا، والناس هلا مش مستعدة تصرف، والمشروع بده يكلف تقدري تعملي الفكرة اللي أنا عم بحضرها، وهي يمكن كمان تدخل جينيس بوك، لأنه رح تكون فكرة أولى بالعالم، وبذات الوقت بتجلب السواح على لبنان. يعني أنا دايما بمشاريعي مش بس بتكون ريعة خيري، بتكون استقطاب للناس ليطلعوا شو في عنا بهالبلد ولنجيب السواح. ناتالي، بنعرف كمان كثير من الزملاء الفنيين من ضمن هالدومين فاتوا، منهم عادل كرم، منهم استاذ الاعلامي الكبير جورج اهدى. عادل فاتها مسحه انا اللي عرفتها وكانت مهضومه منه، ليش لا؟ بس هو اخر فتره جد وحط وراح وصار ما تبعت بالاخر. انه حسيتي صار في ثوره من قبل الفنانين بده يفوتوا على السياسه حبا بالسياسه، ولا فعلا ليغيروا بالمضمون؟ ليكي كل انسان، انا بقول ان شاء الله كل لبنان ينزل، بس المهم مش ننزل، المهم بدنا نغير. هيدا اللي بدنا اياه، هيدي الانتفاضه حلوه بادره خير، انه خلص عرفت الناس وبدها التغيير، لازم يتغير شيء بهالبلد، وما بقى نمشي ورا هالتبعيه وهذا الانجرارات ولا الوراثه السياسيه. هيدا اللي نحن عم نسعى له، بس يصير هيك. وهلا سئلت عن قصه الانتخابات، انه جنرال والدكتور سمير جعجع قالوا ليه ما بننتخب من الشعب، وهيدا الاقتراح انا بالعكس معه مش ضده. اللي يمكن يطلع انسان من الشعب يكون اهم من كل هالطقم السياسي، هيدي بيكون في ديمقراطيه. عملوا ساحه واحده وخلوا انتخابات كلها حتى النيابيه والوزاريه كله من قلب ساحه واحده. الدول العربيه هيدي اذا بدنا نقول نحن بلد منفتح وحضاري ومتقدم، منا شعب ثالث. قلت انت ما بتتبعي نهج سياسي معين، بتتبعي افكار من كل سياسي، اللي بيقول صح بتزقفي له، بيقول غلط بتعلق. هيدا الانسان الواعي، لانه اليوم اذا بدنا نضل منجرين وراء قيود وناس حامليننا مثل ما بيقولوا حاملين رسن وشاديننا، ما بحياتنا حنوصل لمحل. انا انسانه ما بحياتي كنت ملك حدا، ولا افكاري ملك حدا، ولا تبعيه لحدا. انا تبعيه لافكار اللي بتوصلنا لمصلحه لبنان ومصلحه حالنا، مش يعني مصلحه لبنان
لمصلحتنا. اليوم اذا ما في لبنان ما في وطن، ما في عائله. بقى هيدا اللي ما عم بيفهموه بعدهم لهلا، بيزقفوا بهيصوا لاي رجل سياسي، بعد شوي بتلاقي هالرجل السياسي قلب لمحل ثاني. طيب ما انت افكارك والاشياء اللي كنت عم تنادي فيها كيف فجأة صرت مع هالفريق اللي كنت انت ضده؟ مشان هيك هيدي المسرحية زهقناها. كمان هيك نوهتي قلتي انه ما بتحبذ الفنان انه يقول اتجاهاته سياسيه حتى ما يخسر جمهوره. طبعا كل انسان بيحب شغله بهالحياه يخليها جواته، مش ضروري نجاهر فيها، وخاصه بعالم الفن، لانه انت كفنان جاي تبسط العالم وتغير عنهم، تنوه عنهم، مش جاي تزيد لهم همهم. واليوم وقت بدك تعلني انت انتمائك السياسي خسرت الفريق الثاني، ممكن يكون الفريق الثاني هو اكثر ميولا لإلك وهو داعمك اكثر وتخسريه. كمان ناتالي خلي خبرينا شوي عن الايجنسي، بنعرف عندك من اقوى الايجنسيز بلبنان، خبرينا كيف عم بيكون الشغل، كيف واخيرا صورتوا مع نصيف زيتون ومع سعد رمضان بعتقد، صح؟ صورنا مع كثير من الفنانين اللبنانيين والعراقيين. الشغل لقال لك انه بألف خير، لا مش بألف خير، لانه الوضع ما بيحمل بالبلد، الناس صارت عم تتأنى كثير تدفع مصرياتها. بنقول ان شاء الله خير، بس عم نكمل وعم نسابر وعم نجاهد ونكبر على حالنا، لانه بدنا نستمر، ما فينا نتراجع. ناتالي شو اللي بيميز الايجنسي تبعيتك عن غير الايجنسيز؟ بنعرف في كثير ايجنسيز بلبنان، بس ناتالي لها عمر، يعني عمر من النجاح فينا نسميه. كلهم مرقوا من تحت رايه ناتاليز ايجنسي، في اللي كملوا ونجحوا يعطيهم الف عافيه، وفي الناس اللي فاتت بس تعمل وتحرتي. بدي اقول لك شغله اللي بيميزها مصداقيتها مع الزبون، هيدي اهم شيء. وقت بتكوني انت كثير بونكتويل بمواعيدك، كثير صادقه، ما بتبعتي له بنت مختلفه عن اللي بيبقى منقاها، بيكون شغلك بروفيشنال، بتعطيه اكثر ما هو، يعني بتقعدي بال50 بتعطيه 100 مثلا 100%. هودي اشياء بتميزك، وخصوصا انه انا الوحيده اللي كنت موديل، وبذات الوقت بدرب عارضات ازياء وبحضرهم ليكونوا فايتين بهذا المجال، مش متعديه على الكار يعني. قديش بتلاقي اللي حواليك عم بيحاربوك، بيوقفوا ضدك؟ كتار، وهيدا اللي بيعطيني الحافز اني دايما انجح، لانه اليوم اذا ما تزكزكتي بمكان ما بتعطي. انا بالنسبه لي ابداعي هو التحدي. ناتالي شو بدك تخبرينا بعد؟ عرفي انه سمعت كمان اول مره بعرفها للمعلومه اني غنيتي غنيتين. ليه بعدتي عن الوسط الفن؟ قال لك شغله، الغنيتين ثاقبوا كانوا بفالنتين، حبيت هيك فرفح الناس، واجاني كثير عروض، بس ما حبيت اعمل مثل غيري، وما حسيت حالي انه انا بدي اكون مغنيه. انا صاحبه وكاله، بحس انه هي مالكه الجمال كله، يعني اللي كان بضمان الغنى ولا التمثيل ولا عرض، يعني عالم اقوى بالنسبه لإلي. بقى هيدا عالمي بحب كمل فيه. حنشوفك شي مره بالتمثيل تمثلي. عبالي مثلت قبل، ايه ليكي تقلك مع عبالي، لا عبالي، بس كمان برجع بقول اذا ضاف شيء على مسيرتي، مش اخذ مني انه بس ناتالي عم، ما بدي يكون منظر، بدي يكون بالفعل عم بمثل، وعم مثل فكره حلوه مش مقتبسه اكيد. وسبق وقلت انه عندي برنامجين تلفزيونيين ان شاء الله يا رب. ناتالي قديش الايجنسي تبعيتك بتمثل الوجه انه فينا نقول السياحي او الجمالي للبنان، ولا ما بعرف قديش بتساهم مثلا برفع اسم لبنان؟ مثل ما خبرتك، أنا اليوم مش كصاحبة بس وكالة عرض أزياء، اليوم الأمور اللي عم بعملها صارت أبعد وأسمى من بس فاشن شو. المهرجانات اللي عم بعملها مثل سكاي فاشن اللي صار، مثل هلا اللي عم بحضر له، وأمور أخرى تانية. ومثل ما تعودوا الناس دايما عندي أفكار جديدة، وإن شاء الله يا رب شو بقدر أعطي ما رح أقصر، لأنه أنا حتى في مناطق كنت روح عليها يقولوا لك ممنوع تصوري هيدا لدواعي سياسيه، انا دير الكاميرا مطرح اللي انا لازم ضوي على لبنان، وكنت انجح باللي انا وياه واخذ كثير استقطاب للجمهور. يعني مثل وقتها تعطيكي اكزامبل، مره كان عندي تصوير حلقه بطرابلس بجزيره، قال ممنوع توجهوا الكاميرات على الجزيره، اخذت الكورنر تبع الجزيره، طلعت الجزيره، اجاني مليون الف سؤال، لو نحن قادرين نستغل هالجزيره قد ايه كنا فوتنا سياحه على لبنان.
هيدي الاشياء اللي انا دائما مشاغبه فيها لمصلحه لبنان. ان شاء الله يا رب بالنجاح الدايم. ولكل مستمعينك بشهر رمضان شو بدك تقولي لهم؟ انا بدي اقول لكم رمضان كريم، ان شاء الله يا رب هالشهر الفضيل يزرع المحبه والتسامح ويبعد هالناس المتطفله وتدعي الدين اللي هي لا تمت للدين باي صله. وبقول لكم هيدا شهرنا كلنا مسيحيين واسلام، لانه هيدا شهر كريم وشهر الصلاه والتقوى. يعطيكم الف عافيه وان شاء الله يا رب تدلكم بالطليعه. ميرسي موفق بكل شيء يا رب. حبيبتي ثانك يو لكم.